يسعد أوقاتكم. الفيديو اليوم لمحبي السوشي. اليوم رح شارككم طريقة تحضير السوشي بالبيت بشكل كتير مرتب وبشهي وطعم، قد المنظر حلو الطعم أطيب بكتير. الخطوة الأولى رح نجهز الرز. غسلت كوبين من الرز الحبة القصيرة، غسلتهم أكتر من مرة 3-4 مرات لتصير المي تبع غسيل الرز صافية وما فيها نشا أبدا. ومن بعد هيك رح نطبخهم على النار بمي بس من دون أي إضافة. أنا استخدمت لكل كوب من الرز كوبين من المي، وطبعا كل نوع رز بياخد كمية محددة من المي، وبس يغلوا بخفف النار وبغطيهم لحتى يستووا. ومن بعد ما يستووا بقلبهم شوي وبرجع بغطيهم وبتركهم بالطنجرة ربع ساعة قبل ما أضيف لهم الإضافات التانية. بهيدا الوقت بمقلية على النار حطيت ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع أصابع الكراب يلي فردتهم بإيدي، رشة ملح ورشة فلفل أسود وملعقة صغيرة من الخردل وعصرة صغيرة من عصير الليمون الحامض. بنقلبهم مع بعضهم دقيقتين وبنجرب نقطعهم هيك مثل ما بعمل أنا باستخدام السباتول لحتى يسهل علينا الشغل فيهم، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. بحطهم بصحن على جنب وبتركهم لحتى يبردوا قبل ما استخدمهم. وهلق رح نحضر محلول الخل يلي رح نحطه على الرز. حطيت ربع كوب من خل الرز وعليه ملعقتين كبار من السكر الأبيض وملعقة صغيرة من الملح، وبخفقهم مع بعضهم لحتى يذوبوا السكر والملح بالخل. ومن بعد ما ريحت الرز ربع ساعة بالطنجرة بفردهم بصينية كبيرة. طبعا بهيدي الطريقة بيبردوا أسرع، ورح حط عليهم محلول الخل يلي حضرته وبقلبهم مع بعضهم لحتى يمتزجوا كلهم ويتغلف كل الرز بالخل والسكر. أهم شي ما يضل عنا تكتلات بالرز. حطيت على وجهن شقفة من النايلون ومنشفة حتى ما ينشف وجهن وحطيتهم على جنب. وبهيدا الوقت رح نحضر السبايسي مايو. حطيت ملعقتين كبار من المايونيز، ملعقة كبيرة من الصويا، ملعقة كبيرة من سويت شيلي صوص، وملعقة كبيرة من الشطة الحارة. بخلطهم مع بعضهم وهيك صارت الصوص جاهزة. ولنحضر حشوة التونة، صفيت علبة التونة من الزيت على الآخر، عصرت عليها نص ليمونة حامضة، حطيت ملعقة كبيرة من الصوص اللي حضرناها، خلطتهم مع بعضهم وهيك بيكونوا صاروا جاهزين. حطيتهم على جنب ورح غلف الحصيرة يلي رح نلف عليها السوشي، وطبعا يستحسن نغلفها بالنايلون حتى ما يفوت الرز فيها، ومنسكر عليها النايلون من الأطراف حتى ما تزيح النايلون ونحن عم نلف الرولات. وبالنسبة للحشوة طبعا كل حدا بيحشي على ذوقه. أنا حضرت خيارتين قطعتهم شرائح رفيعة كتير، أصابع الكراب السالمون والأفوكا، وطبعا حشوة التونة والكراب يلي قليناه بالأول، وأكيد فيكم تستخدموا القريدس. أنا عم بستخدم السالمون المدخن. وهون بلش الشغل الحلو. طبعا رح نستخدم ورق النوري، عنده جهة لامعة وجهة خشنة، بنحط الجهة اللامعة لبرا والجهة الخشنة لجوا. حضرت حدي كاسة فيها شوية مي وملعقتين من خل الرز، بدهن ايدي فيهم قبل ما اخد شوي من الرز وافردهم على الورقة. طبعا ما بنخلي الرز يكون سميك. حطيت طبقة من الخيار، اصابع الكراب والافوكا، وحطيت عليهم ملعقة كبيرة من السبايسي مايو اللي حضرناه. ومنبلش نلفها. اول خطوة ببرم الحصيرة عليها شوي شوي وبضغط عليها لحتى تتماسك مزبوط، وبرجع بصير بضغط شوي وانا عم بسحبها لحتى يطلع عنا شكل الرول مرتب وشديد. وبس لفيناها بنضغط شوي على الأطراف من كل ميل لحتى نتأكد إنه كل الحشوة داخل الرول. كمان بعيد الخطوات بالنسبة للرز. دهنت إيدي بمي وخل، فلشت الرز، وطبعا ما بنخلي الرز يكون كتير سميك، وأهم شي كمان من الطرف نترك سنتيمتر فاضي ما في رز حتى يلزق بالآخر على بعضه. وهون حطيت أفوكا، سالمون، شوي من الخيار، ورح بلش لفها بنفس الطريقة. أول لفة بلف شوي شوي وبضغط لحتى تمسك على بعضها، وبرجع بصير بسحب الحصيرة شوي شوي وأنا عم بضغط عليها لحتى يطلع شكل الرول مرتب وشديد. أما بالنسبة للشكل الثالث رح نفرد الرز ونضغط عليه مزبوط ونرش عليه سمسم محمص وحبة البركة ونقلبه على الوجه الثاني ونحشيه. كمان بيطلع شكله كتير مرتب وطعمه طيب. حطيت أول شي ملعقة كبيرة من السبايسي مايو يلي حضرناه، شوي من الخيار، أفوكا، أصبعين من أصابع الكراب، وشريحتين من السالمون، وبلف كمان وبضغط شوي شوي وبسحب وأنا عم لف لحتى نحصل على رول مرتب وشكله حلو. وهلق حشوة التونة. حطيت شوي من التونة يلي حضرناها بالأول، ملعقة كبيرة من السبايسي مايو، شوي من الخيار وشوي من الأفوكا، ولفيت الرول. وإذا حسيتوا الطرف ما لزق مزبوط ادهنوا عليه شوي من مزيج المي والخل اللي حضرناه ولفوه. وآخر حشوة رح شاركها معكم هي أصابع الكراب اللي قليناها مع الأفوكا والسبايسي مايو، ولفيت الرول وهيك صاروا رولات جاهزين. ولنحضر آخر شكل دهنت إيدي بشوي من المي والخل، أخذت شوي من الرز ضغطت عليهم شوي وشكلتهم بهيدا الشكل. حطيت عوجهم قطعة من السالمون وأخذت ورقة صغيرة من ورق النوري ولفيت عليهم. صراحة بشارككم رأيي بصراحة، أكيد الرولات المحشيين أطيب بكتير من هيدي، بس هيدي شكلها كتير حلو. ولنقطع الرولات أهم شي نرطب السكينة بشوية مي، وكل ما قصينا رول منغسل السكين وبنرجع بنستخدمه، وأهم شي يكون رطب.
هيدي حشوة التونة، عن جد شكلهم كتير بشهي وطعمهم كتير طيب. وأنا بعتذر إنه الفيديو كتير طويل، بس حبيت شارككم أكتر من حشوة لحتى تستمتعوا بأطيب سوشي. والخطوة الأخيرة الاختيارية، قطعت شوي من السالمون، حطيت عليهم شوي من الصوص اللي حضرناها بالأول وخلطتهم، رح زين فيهم الوجه. وكمان من الكراب اللي قليناه بالأول كمان حطيت عليه شوي من الصوص وخلطتهم. هودي رح زين فيهم وجه القطع. عن جد شكلهم بشهي وطعمهم كتير طيب. أنا بنصحكم بالتجربة. طبعا حطيت حدهم مخلل الزنجبيل، أنا شاركتكم فيديو سابق طريقة تحضيره كمان كتير سهل. ولما بقلكن سهلة عن جد مش بس حكي، هي كتير سهلة، بس حضروا مكوناتكم حدكن وبلشوا لفوا الرولات، وعن جد ولا أطيب من هيك. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم كتير بالشرح، بس حبيت أعطيكم أكتر من اختيار للحشوة. تابعوا قناتنا على يوتيوب لمزيد من الوصفات. ألف صحة وهنا.